قال لهم ما تزعلوش مني لو لقيتوني بسافر كتير عشان المدام. قالوا تسافر فين؟ قال لهم ممكن تلاقوني مسافر 24 ساعة 48 ساعة لو أنا مثلا لعبت ماتش النهاردة وعندي بكرة راحة من التدريب والتدريب هيبقى بعد بكرة. قالوا له تسافر فين؟ قال لهم فرنسا بنسبة كبيرة أو المغرب للاطمئنان على صحة المدام. مدام كابتن حسين عموتة تعبانة وبتعالج من مرض ما، فقال لهم بسافر لكن ملتزم بمواعيدي. يعني بدل ما اخد اجازتي في القاهرة هتلاقيني بعد الماتش طالع على المطار رايح مقضي يوم جاي تاني يوم على التدريب. فدي حتة بس كده عشان هنحتاجها بعدين. فقالوا لا ألف سلامة على المدام وكل حاجة طالما لا يؤثر على البرنامج مفيش مشكلة. في السكن عرضوا عليه نفس الفيلا اللي كان مقدمها ياسين منصور لمستر يستورب والمحل الإقامات التانية للمساعدين. هو قال لهم أنا ما عنديش مشكلة، أنا ما عنديش أسرة، يعني أنا جاي كفرد. لو في أوتيل قريب من النادي ما عنديش مشكلة، أنا ما بحبش أضيع وقت وما عنديش حاجة غير حياته الكورة. الكلام ده كان كويس قوي وعجب كابتن سيد عبد الحفيظ ومستر ياسين وكابتن وائل جمعه. قال لك انا حياتي الكوره، اقرب اوتيل للنادي انا ممكن اعيش فيه، مش شرط ان انا اعيش في منتجع وابقى مستمتع بالحياه. انا متعتي في شغلي، متعتي في عملي، متعتي في نجاحي. فما هواش مركز قوي في التفاصيل، ايه مش جايب الاسره والعيال وبتاع وقاعدين وكلام من ده. لا ده هو حتى في الاقامه قال لهم اللي انتوا تشوفوه وكده يعني. لايك وشير وصلي على حبيبك. وعد كابتن الحسين عموت إدارة النادي الأهلي بالفوز بالبطولة الكونفدرالية. قال لهم اسم الأهلي كبير، إمكانياته كبيرة، اسكواده كبير، طبيعي جدا وأنا مش في دوري الأبطال إن أنا أفوز بكأس الكونفدرالية. وأنا كل أملي إن أفوز بكأس الكونفدرالية وأفوز بالسوبر الأفريقي وأعد فرقة للفوز بدوري الأبطال الموسم بعد القادم. افوز بدوري الابطال الموسم بعد واطلع بيهم لكاس العالم. الراجل ده باختصار شبه النادي الاهلي، شبه النادي الاهلي من حيث الانضباط، الالتزام، حياته الكوره. ما اتكلمش في الانترتينمنت ولا التسليه. قال لك انا يا عم اي مكان الاقامه، قال لك اي اوتيل قريب من النادي انا ما عنديش مشكله، انا جاي اشتغل، جاي اشتغل. فحياة الملعب والكورة واهم شيء بس لو انا هبقى في اوتيل يبقى عندي شاشة وحكايات وروايات وامور كده معينة وجنبها قاعة ممكن ابقى بجتمع فيها انا السويت يعني اجتمع فيها انا ومساعديني وحاجات بالشكل ده. فحتة الاقامة ما اتكلمش فيها. اللهم صل على سيدنا النبي، اللهم صل على سيدنا النبي. خد مني وما تاخدش من اي حد في مصر. لايك وشير وصلي على حبيبك سيدنا النبي الزين. سألوه وانت متابع النادي الاهلي مين تحب انه يمشي؟ قال لهم انتوا بتقترحوا مين؟ قالوا له يعني هل في عناصر انت شايف انها كبيرة السن تمشي، عناصر ضعيفة انها تمشي من القوام الاساسي؟ فقال لهم لا. قالوا طب وحسين الشحات؟ قال لهم حسين الشحات ارقامه ضعيفة لكنه لاعب موهوب وعنده حلول ومهاري وانا محتاجه. اذا انتوا ما عندكوش مشكله في التفاوض معاه، في التوقيع معاه، اتمنى يكون موجود في الفرقه. كانت مفاجاه بالنسبه لهم. وقالوا له سالوه على كوكا، قال لهم برضه نفس الفكره، لعيب وسط ملعب وعنده حل انه بيلعب باك شمال. لو انتوا ما عندكوش مشكله معاه في الامور الماليه خلوه. هنا العبقريه في ايه؟ العبقريه ان هو اللي قال لا بشكل قاسي ولا قال نعم بشكل قاسي. في تناغم وانسجام بينه وبين الاداره. يعني لو انت ما عندكش مشكله كده. ثم سال سؤال مهم، خد مني اوعى تاخد من حد تاني السؤال ده، وخاصه في السؤال ده خد مني وما تاخدش من شوبير. طبعا شوبير ايه فرحان بمصطفى، كلنا فرحانين بمصطفى ربنا يبارك فيه. سال سؤال، في لعيبه اساسيه النادي عاوز يمشيها؟ فقالوا له يعني تقصد مين؟ قال لهم اقصد امام عاشور. قالوا له اشمعنى امام عاشور اللي بتسال عليه؟
قال لهم لان هو عمل خطأ تاريخي وانتوا وقعتوا عليه عقوبة تاريخية، فانا عاوز اعرف انتوا ممكن تمشوه ولا هو قاعد معايا. قالوا له رحيل امام عاشور قراره الشخصي، ووكيله يبحث له عن عروض تتوافق مع طلبات النادي الاهلي ومع احلام اللاعب، والامر سيحسم بعد كأس العالم وقبل بداية الموسم في الاسبوع الاخير من اغسطس. يعني قدامك وقت، مش هنرجع باذن الله. العيال بتوع اورنج، شركه اورنج اللي بيفولوا علينا احنا هنرجع، لا ان شاء الله نتقدم باذن الله. ماشي. فقالوا له ده هيبان معاك بعد كاس العالم باسبوع اسبوعين. ماشي. فده امر مهم. لحظه بس كده، الاستاذ محمد سيد، استاذنك يا استاذ محمد اسالني السؤال ده في اخر اللايف وانا تحت امرك. حاضر هرد عليك بس. ماشي. ففي امام عاشور هو اللي سال، وهم اللي سالوا في الشحات وكوكا، موافق على الشحات وكوكا يكملوا. قال لهم يعني ما عنديش مشكله، بالعكس الشحات لعيب كويس واعرف استغله، وحتى لو كده امكاني، حتى لو البدني بيقل لا لعيب مهاري وعنده حلول. فيما يخص بقى هو سال في امام عاشور قال له ممكن يمشي، قال له خلاص ماشي. طيب لايك وشير وصلي على حبيبك سيدنا النبي الزين. كانت المفاجاه اللي انا عرفت بيها، ده امر ما دارش بينهم في الاجتماع، ان خلال وجود الحسين عمود مع الوداد المغربي في 2017 لم تكن العلاقه منسجمه بينه وبين اشرف بن شرقي. دي بقى من المغرب، حته مغربيه، وانه عنده صدام مع النجوم. فسالت ايه اللي يخليه، ولدرجه ان اشرف بن شرقي اشتكى لاداره الوداد وقتها. فسالت ايه سبب خلافه مع بن شرقي؟ قال لك هو بيحب اللاعب اللي يموت نفسه في التدريب، اللي يقاتل في التدريب، اللي يبقى عنده غل في التدريب. قلت لهم في لعيبه مش بتوع تدريب وبتوع مباريات، وفي لعيبه بتاعت مباريات ومش بتاعت تدريب. يعني وفي لعيبه تلاقيه مكسر الدنيا في التدريب ويروح المباراه تحس ان جاله اسهال وبيلف حوالين نفسه. فقالوا لي لا، كان في ازمه بينه وبين اشرف بن شرقي بسبب عدم الجديه في التدريب خلال وجوده مع الوداد المغربي في 2017 اللي كسبوا فيها بطوله افريقيا على حساب النادي الاهلي. والجزئيه ديت تم تدويبها خلال السنوات الماضيه من خلال العلاقه الانسانيه اللي بينهم وبين بعض. قلت لهم هل ممكن ده يبقى له اثر؟ يعني ده مدرب من اللي بيشيل جواه وبيغل جواه؟ قالوا لي لا، ده مدرب متسامح جدا مع نفسه، متدين بين قوسين، ملتزم ومنضبط. ملتزم ومنضبط. خلي بالك من حاجه، الناس في المغرب اللي تحتك بيهم خاصة، يعني انا احتكيت بليفل مش اللي انت بتسمعه، لا ده ليفل ملتزم دينيا ومنضبط دينيا ومنضبط اخلاقيا ومجتهد وعارف ان الكرة رزق وبيشتغل فيها وبيقول يا رب وحاجات بالشكل ده. وعشان كده الحتة بتاعته لما رفض الإجابة على سؤال باللغة الفرنسية للصحفي المغربي وقال له اتكلم باللغة العربية، دي اللغة الأولى بتاعتنا، لغة القرآن، ده بيدل على اعتزازه بنفسه وبشخصيته وبأن هو شخص ما عندوش نقص ولا حاجة، وبيبحث عن أمور شكلية تجمل شخصه أمام الناس.